قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. على بالك الطهارة، الناس اللي يقول لك اللي صلى واش داروا فيها؟ على الأقل المصلي يتطهر، يستنجى، يتوضا، يغتسل، وانت لا. هذه وحدها تكفي. دين النظافة شطر الإيمان، نص الإيمان والإسلام طهارة. وكذلك طهارة الروح. ولهذا جاء في أوجه التفسير في سورة المدثر: وثيابك فطهر. قالوا: طهر قلبك من الرجس والنجاسة والشرك وسوء الأخلاق. رب العالمين ثاني أمرنا باش نطهروا قلوبنا، مش لبستك بيضة الله يبارك، وحذائك حسن، ونعلك حسن، وشعرك يعني مكرم وغير ذلك، ولكن قلبك فيه الحقد والحسد والغيرة. ايش من فايدة؟ فضلا عن الشرك اللي يخرجك من الملة، نتكلموا غير عن مساوئ الأخلاق اللي في القلوب. قلبك ماهوش نظيف، الله غالب، قلبك ماهوش ابيض، قلبك كحل قطران، ايش من فايدة؟ ماذا ترك فيك التدين إذا لم يستطع أن يجعلك تحب الناس؟ أنا أقول الاستقامة التي يسمونها أو التدين الذي لم يستطع أن يجعلك تبتسم، والله هو تدين أخرق وانحراف شديد عن الطريق، عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نقول دائما: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذا شفت روحك أنت في أهلك ولا في قريتك ولا في جامعك ولا في حيك رحمة للناس، إذا رأوك سروا، وإذا خلطتهم انتفعوا، وإذا نصحتهم فانتصحوا، فأنت رحمة للناس على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ليست بطاقة تحملها ولا مظهر تتلبس به. ما يغلطك حتى واحد، أنا ما غلطكش.